نكمل مع بعض. مراتك عايزة منك ايه؟ عايزة الأمان. الزوجة أو المرأة عموما أكتر حاجة بتهمها الإحساس بالأمان من زوجها بقى، بالذات الإحساس بالأمان ده بيبقى ازاي؟ بيبقى إن أنت مستعد تاكل كده اللي يجي جنبها، ان انت هتدافع عنها تحت اي ظرف ومع اي حد بشكل او باخر. انت مطلوب منك كزوج ان انت تبقى فعلا بتمثل الحماية لزوجتك. لو عايزها تعاملك كراجل وتحترمك وتسمع كلامك وتقتنع برأيك ويبقى كده طوع ليك زي ما بنقول بالعامية عندنا، يبقى تمثل انت كمان ليها الحماية والأمان. فكرة انك بتيجي عليها احيانا على اساس ان هي الاقرب ليك وان هي اللي ممكن تستحملك، دي فكرة خاطئة جدا. بالعكس، هي عايزة تحس ان عشان هي اللي منك فانت هتدافع عنها اكتر، علشان هي اللي منك فانت مش هتستحمل عليها الهوى الطاير زي ما بيقولوا. دي مش مبالغة ولا احنا جايين قوي قوي في صف الزوجة، ولكن ده اللي المفروض يحصل لان انت الامان ليها. حتى لو حصل ان في اختلاف مع حد قريب ليك ما ينفعش تنصرها عليه، زي مثلا الام زي الاب، دي طبعا حالة استثنائية جدا. وفي الوقت ده برضو ما تجيش عليها قدامهم، يعني حاول كده تكون الأطراف متساوية، ولما ترجع بيتك ممكن قوي تلفت نظرها للي عملته. لكن ان انت ما تحسسهاش بالأمان وتيجي عليها على أساس ان انت بعد شوية لما ترجعوا بيتكم هتراضيها، دي يعني لو تقبلتها مرة بعد كده مش هتتقبلها، او هتتقبلها يعني ظاهريا فقط، لكن انت بالنسبة لها هتقل في نظرها كتير لان انت ما كنتش ليها الحمى والامان.